انا صحراوي مغرب، انا كان صحراوي من الاقاليم الجنوبيه للمملكه. كنت ادرس في نعم. الجامعات المغربيه، وكنت مشبعا بالفكر الماركسي اللينيني، وكنت اوكي. اؤمن اه. بدوله انفصال. واعتقلت لاكثر حكمت لاكثر ل 12 قضيه في داخل المحاكم المغربيه. وبالتالي كنت ازور منطقه الماري، وكنت ازور تندوف، وكنت ازور الجزائر، وكنت ازور اسبانيا. وكان النظام العسكري الجزائري يمولنا عن طريق وستير يونيون في نهايه التسعينات وبدايه الالفينيات. كان يرسل لنا مم. نقودا كثيره، كان 3000 درهم مغربيه، 4000 درهم، و2000 درهم، وكان يكتري شقق كل العناصر وكل المناضلين، يسمى المناضلين الصحراويين الذين كانوا داخل يناضلون المغرب. داخل المغرب. كانوا يكسرون شقق مفروشه، وكان يمول داخل الجامعات. وكنت انا قائد الاستخبارات، ما يسمى بالتيار الصحراوي، الجناح الصحراوي. واعرف الكثير عن ما يقال، واعرف الكثير من عناصر الاستخبارات العسكريه التي كانت تمول. وحتى انه ما كان يحكى في كديميزيك، يعني كنا تطرقنا له، وكانت لنا دور كبير في اشاعه الكثير مما يحاك للمغرب. والان في هذه الظرفيه، وفي هذه الاونه، حتى في قبل مؤتمر السادس عشر جبهه البوليساريو، وحتى بعد مؤتمر جبهه البوليساريو، يعني اثبتت الجزائر فشلها الذريع. وبالتالي على المغاربه ان يرتقوا بمساله نبتعد عن النقاش حول الصحراء المغربيه، لانه ملف محسوم فيه. وبالتالي نرتقي لنقاشات اخرى، لانه حتى الجزائر الان نحاول ان نعمق النقاش نحو ان البوليساريو اصبحت مشكلا جزائريا. جبهه البوليساريو لم تعد مشكلا مغربيا، جبهه البوليساريو فهي في اراضي جزائريه، هي مشكل جزائري. الان الجزائر، يعني في خطاب تبول الاخير الذي يقول انهم كانوا موريتانيين او كانوا صحراويين او كانوا جزائريين، فهو اعتراف ضمني على انه المكونات المتواجده في الولايات الاربع في جبهه البوليساريو ليسوا مغاربه من الاقاليم الجنوبيه. المغاربه المتواجدين بني عموم في الاقاليم الجنوبيه فهم في القله القليله التي الان تعاني الكثير. واتحدى اي واحد يطلع لي هون اللي كعرفهم، هم في تينيريفي، في الزول الكناري، هم في اسبانيا، هم في فرنسا، يطلع لي ويدير لي لايف يقول لك انا من تندوف. اتحداه ويدير لي فيديو كاميرا يقول لك انايا من تندوف، لانني اعرف الصبيب الانترنت في منطقه المخيمات في ولايات الداخله وفي ولايه عيون وفي ولايه سماره. اعرف الصبيب الانترنت واعرف الاوضاع كما هي. بالتالي لا ينصع المغاربه وينصع الكل ما وراء ما يطلع في وراء الشاشات عبر الانترنت ويقول كلام اني في تندوف وكذا وكذا. حتى البرامج التي نراها وحتى الازمات التي الان تمر منها قياده جبهه البوليساري ويمر منها النظام العسكري الجزائري، لانه السيناريو الذي اصبحت جبهه البوليساري قنبله موقوته داخل الجزائر، ولم تعد مشكله جزائريه. وهذا هو النقاش الذي يجب ان يقاله المغاربه، انه جبهه البوليساريو ليست مشكله مغربيه الان، هي مشكل جزائري، هي مشكل داخلي جزائري. هذا هو ما يلقى بالنقاش، والنقاش يجب ان نلقى به لا نناقش باقي المقولات الكراهله في التطبيع وفي كذا وفي كذا وفي كذا. يجب ان نرقى الى نقاش ما يسمى بالصحراء الشرقيه، لانه هذا ما يخدع النظام العسكري وقصر مراديه يسهر ليلا نهار لاش نقريحه ولا تبون. قولهم الذين يتغنون بوسائل التواصل الاجتماعي فهم يعرفون انهم يصرفون الملايين من الدولارات من اجل تجنيد العشرات والمئات والالاف في هذه المساله. وبالتالي علينا ان نجنح للنقاش حول الصحراء الشرقيه، لانه لماذا السؤال الذي يطرح في التسعينيات كان المغرب يعني يعاني اقتصاديا ويعاني كذا، وكان الجزائر في مساله البحبوحه، وكان لها ترسانه عسكريه من الخطه العسكريه الروسيه متطوره الى حد ما. ولماذا لم تهجم الجزائر على المغرب وتصفيه هذه المشاكل؟ لانه على المغاربه ان يفهموا اتفاق افران في 72 فيه بند لا يعرفه الكثير، في النسخه الفرنسيه لا يعرفه الكثير، انه في حاله وقوع حرب بين المغرب والجزائر او هجوم او رمي برصاصه واحد من طرف جزائري ستنسف جميع الاتفاقيات جميع المعاهدات. والمغرب ينتظر هذه الفرصه لانه فرصته لاسترجاع الصحراء الشرقيه، وبالتالي الجزائر تعي ذلك. وبالتالي هذا يجعلها انها تخاف ان يقع انزلاق او انفلات من طرف جناح عسكري معين في رمي رصاصه تجاه المغرب، لان هذا سيكلف الجزائر وسيكلف النظام العسكري زواله، وما هو الا سكته قلبيه لهذا النظام ولصنيعه جبهه البوليساريو. واستسمح اخي ياسر لانه الكثير ما يقال على الاطاله، وشكرا لك جزيلا على الاستضافه.